دلوقتي هنتكلم عن نظام حواجز سابقة التجهيز Prefabricated Shoulder System. يعتبر من أفضل وسائل الحماية من انهيار الجوانب في أعمال الحفر، حيث يتم استخدام حواجز تتناسب حجم الحفرة ويتم إزالتها داخل الحفرة فيتوفر الحماية اللازمة للعاملين. يشمل هذا النوع على عدة أنواع، منها صناديق الخندق ديتش بوكس. هذا النوع يختلف عن نظام التدعيم أو الدعامات، ولذلك بدلا من إنشاء دعامات بكامل ارتفاع جوانب الحفر فإن نظام الصناديق هو بطول محدد وبعرض محدد، يعمل على تدعيم ما مكان المتواجد به العاملين للحماية من أي انهيارات. هذا النظام يجب أن يكون الفراغ بين الصندوق وجانب الحفر أصغر ما يمكن. يتم ردم الفراغ بين الصندوق وجانب الحفر لمنع الحركة الجانبية للصندوق. تمام. وده من الآخر بتبقى عاملة ازاي غرفة جاهزة أنا بسقطها داخل الحفر. مثلا عندي خندق طوله 20 متر، طوله مش عمقه، وده شغل ايه، عندي شغلانة قطع الحام، وفي شغلانة مثلا قطع الحام وانا شغال في 2 متر، بس ما ايه، ملهاش لازم اعمل دعامات جانبية ل20 متر، فاروح اجيب ايه خندق مصمم للشغلانة اللي هي طولها 2 متر. تمام. اعمل شغلانتي ببقى على قد الشغلانة بتاعتي وقد الشغلانة اللي الراجل هيشتغل فيها، وببدأ اسقط جوه الحفر. ما الخصائص اللي المفروض تتوفر عشان اقدر اقول ان الخندق المصمم ده يعتبر يحمي مين؟ يحمي العاملين بداخلها. زيها زي اي الواح، لازما الطول او العمق بتاعها بيبقى اطول من جانب الحفر عشان يشترط وصف الخندق اساسا، لان هذا وصف الخندق. تمام. لو كانت اقصر الجزء اللي فاضل من جانب الحفر، تمام، بيعملوا نظام الميل. لو عرضها اقل من عرض الحفر ببدأ انا ادكك، يعني اقدم الجزء اللي ما بينهم وما بين الحفر. صناديق الخنادق او خنادق، خندق يعني زي غرفة. مثلا دلوقتي عندي خندق طويل جدا، بس انا هشتغل في المكان ده بس 2 متر مكان، فبسقط الصندوق ده اللي موجود في الصورة في المكان ده بس، وفي نفس المكان زي احنا شايفين الجنب بتاعه بيبقى اطول من الحفر. يبقى تاني الحتة دي في نفس المكان زي ما احنا شايفين، لازم الجنب بتاع الخندق الطول بتاعه بيبقى اطول من الحفر. تمام. او فوق جانب الحفر زي السهم ده، في مسافة امان. ولو مثلا عرض الحفر 2 متر او متر ونص والخندق عرضه متر، فبدكك او بردم الجزء اللي هو فاضل ده، وردم الجزء اللي هو فاضل بين الصندوق اللي هو خندق سابق التجهيز وجانب الحفر.